ده الجزء التاني من الأخطاء اللي بتعملها في حق جسمك. وآخر كل نقطة هقول لك الحل. من كتر الشغل والمسؤوليات اللي عليك مخك ما بياخدش أي بريك على مدار اليوم، وده في آخر اليوم بتلاقيه مع الوقت كمان سبب لك اكتئاب مرضي أو توتر عصبي مرضي أو أرق برضو مرضي. فخد بالك من النقطة دي كويس، لازم تتعلم تدي نفسك بريكس. ممكن على مدار اليوم 10 دقايق في النص، خلي موبايلك سايلنت أو اعمله على دونت ديسترب، ادي نفسك بريك، افصل شوية عشان جسمك يعرف يرتاح وبالليل ما ينتقمش منك وتوصل لمرحله الارق. وارق قله نوم بالتالي معدل حرقك يقل وبالتالي وزنك يزيد، فخد بالك كويس جدا. تاني غلطه بشوفها كتير جدا انك بتختار نوعيات اكلك حسب هواك ومزاجك مش حسب احتياجات جسمك، وانك لازم معظم الوقت تاكل اللي جسمك محتاجه، لان جسمك ده هو اللي سندك وشايلك. وفي وقت قليل كده امشي ورا هوايا وادلع نفسي شويه عشان ما تلاقيش طول الوقت صحتك في النازل ووزنك في الطالع. كمان من ضمن الاخطاء اللي بشوفها كتير قوي انك ما بتحترمش اشارات الجوع والشبع اللي جسمك بيبعتها. يعني جسمك بيقول لك انا جعان رجاء اكلني، فانت بقى وسط مسؤولياتك وشغلك بتهمل الشعور ده. او العكس، ان جسمك بيقول لك كفايه اكل انا شبعت رجاء كفايه، وانت بتطنش الشعور ده وبتكمل اكل. في الحالتين صدقني ده يساعد جدا ان وزنك يزيد. حتى لو انت بتقلل وجباتك وبتطنش شعور الجوع وما بتاكلش وانت جعان، ده برضه يقلل معدل حرقك. واول بقى ما تاكل جسمك بيخزن السعرات بمنتهى السهوله. لو عندك اي تجربه بخصوص اللي بنتكلم فيه ده يا ريت تكتبها لي في الكومنتس.